والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الضيوفنا الكرام، نحن من أكاديمية العدالة الإسلامية وقفنا أمامكم لنلقي إلى مسامعكم بعد ما ندرسها من مادة الحديث بعنوان الصدق عن ابن مسعود رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله.